5 قواعد عثمانية لنجاح أي مشروع تجاري. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من أثرى أثرياء زمانه. لما سئل عن سبب نجاحه في ثروته فقال رضي الله عنه وأرضاه: كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين. كنت أعالج أي التجارة في أساسها أنها ربح وخسارة، فكنت أعالج حتى ينجح المشروع. القاعدة الثانية: أنمي الأرباح التي تأتيني لا أستهلكها جميعا، بل أستهلك الشيء اليسير منها والباقي أضيفه إلى رأس المال. ولا أزدري ربحا أي أبيع ولو بالربح اليسير، أفضل من أن تجلس البضاعة متكدسة وأنتظر الربح الكبير. ولا أشتري شيخا، الأشياء التي قد انتهى زمانها أو بالأخص انتهت موضتها لا أشتريها، وإنما أشتري الأشياء التي لديها سوق وعليها إقبال كثير لدى الناس. والقاعدة الخامسة: وأجعل الرأس رأسين. لدي مال كثير لا أستثمر به في مشروع واحد وإنما في مشروعين، حتى إذا قدر الله وخسرت في مشروع تبقى لديك مشروع آخر. فهذه 5 قواعد طبقها وستنجح، ودمت في رعاية الله وتابع الحساب.